كل دولة وحسب احتياجاتها واحتياج سوق العمل تأسس مناهجها التعليمية النظرية والعملية، مثل هذا المعهد اللي فيه العديد من الورش اللي تعلم مختلف الحرف المطلوبة في سوق العمل المحلي. المعهد الصناعي التقني التابع لمجمع الكويت التعليمي للطلبة، هني يستقبلون من عمر 16 سنة. قعدنا مدة مع الطلبة هني وحضرنا بعض المحاضرات، والتقيت بالشباب الحرفي والمتحمس إنه يدخل سوق العمل ويطبق اللي تعلمه في هذا المعهد. أنا اسمي زكريا محمود أحمد، أنا أتعلم النجارة. اسمي عبد الكريم عمر ياسين، أنا من مساعدي ورشة ألمنيوم، وأنا من خريجي هنا ورشة ألمنيوم، واستفدت كثير. مختار علي عبدي، أتعلم في وحدة الكهرباء والطاقة الشمسية معا. أنا والله استفدت كثيرا منها، يمكن إذا اليوم ذهبت إلى السوق يمكن أن أعمل فيها في أحد الأماكن، ويمكن أن يعطوني فيها ما أستحق المعهد الصناعي التقني عنده أكثر من نظام. النظام الأكاديمي مدته 3 سنوات يعلمونهم نظري وعملي، واللي تخرج منه يعطونا شهادة ثانوية صناعية. عدد خريجين اليوم 169. أنا سعيد أن أشتغل بيدي، استفدت كيف أسوي السرير والكبر والترابيزة. وأنا من خريجي هنا ورشة ألمنيوم، واستفدت كثير، وعندنا معلمين عندهم خبر كثيرة. أنا والله استفدت كثيرا منها، يمكن إذا اليوم ذهبت إلى السوق يمكن أن أعمل فيها في أحد الأماكن. والله استفدت من هذه وحدة الكويت، هذا الشيء الذي عمل لنا شيء جميل جدا والله. النظام الثاني عندهم هو التعليم المهني، مدة الدراسة سنة، يعلمونهم على الألمنيوم، الكهرباء، الطاقة الشمسية والتبريد. عدد المستفيدين 1568. صدف توقيتنا في المعهد إنه كان نهاية الدورة للطلبة بعد ما اجتازوا المرحلة. تم تكريم المشاركين وعطوهم هدية عبارة عن حقيبة معدات، وهي بالنسبة لهم البداية في العمل الحر، يقدرون من خلالها كسب الرزق الحلال. ومثل ما قال المثل: لا تعطني سمكة ولكن علمني كيف أصطادها. النظام الثالث هو الوحدة الإنتاجية، اللي تمد السوق باحتياجات المنتجات الصناعية اللي يصنعونها هني تحت شعار صنع في هرقيسة. والهدف منها طبعاً ريع هذه المنتجات يقوم بتغطية جزء من الموازنة التشغيلية، بالإضافة إلى الصرف على الأيتام. في الجانب الآخر من المعهد الصناعي للطلبة في مجمع الكويت للفتيات، معهد حرفي خاص للطالبات، فيه تمكين للمرأة الصومالية. مثل ما يصير في المعهد الصناعي للطلبة، يقدرون الطالبات من خلال هذا المعهد اختيار الحرفة اللي يبون يتقنونها ويشتغلون فيها ويكسبون منها. علم ومهنة تحفظهم إن شاء الله من الحاجة. في المعهد الحرفي للفتيات يغطون 3 حرف أساسية. عندنا مثلا هنا الحاسب الآلي، بالإضافة إلى التدبير المنزلي اللي هو الطباخ وغيرها من الأشياء، وعندهم هنا مثلا الحياكة والتطريز. افتتح المكان هذا عام 2016، يستقبل من 14 سنة وطالع، داخل هالكلاس عندهم طالبات عمرهم 51 سنة.
تمكين المرأة وتعليمها هو جزء مهم في صلاح المجتمع وأحد أسباب ارتقائه. قوة المرأة مو لذاتها بس، هي مصدر القوة لعيالها ومن ثم لمجتمعها. العجيب إن المعهد الحرفي المخصص للبنات هذا يستفيد منه سنوياً أكثر من 700 طالبة. تكلفة كفالة الطالبة في معهد الحرفي تقريباً 150 دينار. أهلاً، مشكورة جداً. أنا باخذ هذا منك لو سمحتي، من خالف ممكن آخذ هذا؟ شكراً حق الشباب، بس تفضلوا بالعافية عليكم. يا جماعة هذا من إنتاج صف التدبير المنزلي، بسبوسة في صومالي لاند. عجيب. التكلفة 150 دينار، تغطيهم لمدة طبعاً 6 أشهر، ويغطون أغراض اللي يأخذونها حق الفصل بالإضافة للمواصلات. وبعدين عقب هذا كله يا جماعة اللي يتخرج من هذا الفصل اللي هو التدبير المنزلي يعطونه فرن وأغراض المطبخ، واللي يتخرج من الخياطة يعطونه ماكينة خياطة، وهني هو أصل التمكين. يمكن تسأل ليش هذه الحرف بالذات؟ لأن هذا عندهم الحاجات الأساسية بالسوق اللي ممكن يطلعون منها فلوس يصرفون فيها على نفسهم. مثلا هذا الكلاس يتم تدريبهم، وإذا اجتازوا هذه المرحلة يحولونهم على مرحلة الإنتاج، فيها هناك ممكن يسوون الملابس ويبيعونها بالسوق. من خارج أسوار مجمع الكويت التعليمي تلاقي على الشارع الرئيسي معرض كبير مكتوب عليه معرض المعهد الصناعي التقني بمجمع الكويت. كل هذا الأثاث والألمنيوم والأبواب والملابس اللي أبدعوا فيها الطلبة وغيرها من الأشياء هي منتجات المعهد الصناعي الكويتي، نفسها يتم عرضها في السوق المحلي لبيعها والاستفادة منها، بجانب اكتساب حرفة جديدة المنتجات جودتها عالية وعليها طلب من أهل البلد. وكل أرباح هذا المعرض وقف للعمل الخيري ترجع لتشغيل المجمع التعليمي بمختلف أقسامه.